هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. عمرك ركزت في حياتك اليومية وسألت نفسك هو أنا طاقتي بتروح فين؟ بيجي علينا أوقات نقعد نقول هو احنا ليه مش قادرين نعمل أي حاجة؟ ليه أصلا ما بقاش عندنا طاقة حتى في العلاقات القريبة مننا أو إن احنا نسمع لحد؟ أو أنا ليه بمعنى صح بقى خلقي ضيق جدا ومش عارف أتعامل مع أي حد؟ طيب تعالوا نركز كده، انت في حياتك اليومية بتعمل ايه؟ هتلاقي ان انت بتدخل في صراعات يومية وانت مش حاسس ان انت بتدخل فيها، زي نقاشات ممكن تكون بتتناقشها مع ناس أو جدالات في مواضيع أصلا مش مهمة جدا. مش بعيد كمان إن نهاية النقاشات دي أنت تخسر ناس وعلاقات بسبب إن انتوا آرائكم مختلفة. ده كمان أوقات كتير جدا بتحصل إن انت تدخل في صراعات نفسية. بمعنى ايه صراعات نفسية؟ يعني انت ممكن ما تدخلش في جدال مع حد، بس تلاقي نفسك ان انت بتعمل حاجة علشان توري اللي قدامك لقطة معينة علشان يخاف منك بعد كده في التعامل في حاجة معينة، فيقوم هو رددها لك بطريقة معينة علشان يحسسك نفس الإحساس. هي حاجات ما بتبقاش باينة في الكلام، بس انت بتبقى عارف انت وصلت ايه للي قدامك وهو عارف هو وصل لك ايه، وكله كده من تحت لتحت، زي ما يكون كده صراع ومعركة ما بينكم وما بين بعض، بس هي داخلية ومحدش قالها في الكلام. انت طبعا متخيل ان الموضوع بينتهي لحد هنا وخلاص، متخيل ان هو على قد الصراع النفسي الصغير ده وخلاص. لا طبعا، ده كله بيسبب ان انت طاقتك عمالة تقل. فبعد ما النقاش او الصراع النفسي اللي انت دخلته ده مع الشخص ده ينتهي، تدخل بقى في نقاشات او صراعات داخلية صغيرة. حتى ابسط المواقف اللي تحصل في يومك، ممكن حد مثلا ماشي بصلك بصة وحشة، فتقوم انت بالنسبة لك واخدها على قلبك قوي، ايه ده هو بصلي كده ليه؟ فتحاول تردها له بلقطة تانية. او حد مثلا وانت سايق كسر عليك، فتلاقي نفسك لا انا عايز اكسر عليه، او انا عايز ارميله كلمة، او عايز احسسه بغلطه. كلها حاجات بسيطة جدا بتحصل في حياتنا اليومية، واحنا منبقاش واخدين بالنا ان هي بتضيع من طاقتنا. قيس على ده كل لقطة بتعدي عليك في يومك، هتلاقي ان انت اوقات كتير جدا بتبذل طاقة وانت مش واخد بالك ان انت بتبذلها اصلا. والمشكلة ان احنا بنبقى مش فاهمين ان ده كله بيعود علينا احنا بالسلب. احنا متخيلين لا، لو انا دخلت الصراع النفسي ده مع حد وانا انتصرت عليه، لا انا كده تمام. هو على فكرة مش الفكرة في ان انت انتصرت على اللي قدامك بكلمة ولا بتصرف ولا بفعل معين، ولا ان انت حسيته قد ايه هو عمل حاجة غلط، او ان انت بمعنى اصح عرفته غلطه وخليته كده مكسور قدامك. طب وبعدين انت فاكر ان دي النهاية؟ بالعكس، انت كل ده انت عمال تقلل من طاقتك في اليوم. هتوصل لنص يومك كده هتلاقي ان انت انا مش قادر اصلا ابذل طاقة في الكلام. ترجع بيتك او ترجع تتعامل في علاقاتك، هتلاقي ان انت مثلا في حد قريب منك محتاج يتكلم معاك، محتاج يفضفض لك، تقول له لا انا مش فايق، انا مش قادر، ده انا كان يومي صعب. ومش بعيد الموضوع يقلب كمان بخناق مع الناس القريبه منك دي. والمشكله الاكبر ان انت بتشوف ان العيب من الشخص اللي قدامك القريب منك ده، ان هو ما تفهمش ان انت اصلا ما فيش فيك طاقه. طب هو مين قال اصلا ان هو اللي غلطان؟ مش انت اللي خلصت طاقتك دي على حاجات ملهاش لازمه؟ وانت اصلا من واجبك عليه ان انت تديله وقتك وتسمع له وتكون متفهم ان هو محتاج ان هو يتكلم معاك. مش بقول ده ان 24 ساعة، بس صدقوني احنا طاقة كبيرة قوي من حياتنا بنهدرها على الفاضي، وبتأثر على علاقاتنا على الناس القريبة مننا واحنا مش واخدين بالنا، ونحسس اللي قدامنا القريب مننا ان هو اللي فيه المشكلة وهو اللي فيه الغلط. طب ما احنا اللي ناخد بالنا احنا طاقتنا دي بتروح في ايه. وعايزة افهمكم ان من ابشع الحاجات اللي احنا لو سمحنا لنفسنا نمر بيها دي هتكون سبب في تعب نفسي جامد لينا، وهي الصراعات النفسية مع الناس. وده يعني بيحصل اكتر في مجال الشغل، وبيحصل في كل المجالات، بس في مجال الشغل اكتر حاجة. تلاقي ان انت في كده صراع انت مش فاهمه، هو صراع مش بالكلام، بس انا عايز اوصل لك ان انا ليا لقطة معينة، فاحطك في موقف اضايقك بيه حتى لو انا ما اتكلمتش او انا مش ظاهر ان انا ليا علاقة بيه، بس انا احطك في الموقف ده علشان تحس احساس معين، عشان ابقى اخليك تبقى فاهم، تبقى حذر مني او تاخد عني صورة معينة انا عايزك تاخدها. وتلاقي نفسك انت في صراع داخلي ان انت عايز ترد للي قدامك نفس الاحساس ده، وتفضلوا كده في دوامة انت والناس اللي حواليك بدون اي سبب. طب هو ده معناه ان انا لو اتحطيت في موقف ان حواليا صراع او حد عايز يوصل لي حاجة ان انا ابقى سلبي واسكت؟ لا طبعا، ما بقولش كده، بس ما تديش لنفسك الفرصة ان انت اصلا تدخل في الصراع ده. يعني لو حد بمعنى صح حطك في موقف عايز يوصل لك حاجة معينة، سيبه يوصل لك اللي يوصله. انت كفاية ان انت عارف ان هو عنده مشكلة نفسية ما، هو عايز يغطيها بان يعمل فيك فعل معين. سيبه هو مع نفسه، وهو ربنا يعينه على شخصيته ومشاكله النفسية اللي هو محتاج يتعافى منها وهو مش دريان بيها.
بس مش عشان هو عنده مشاكل نفسية تدخل معاه انت فيها وتكون جزء منها، ومش بعيد كمان تتلون وتبقى زيه بالظبط. طب ما انت في الاخر الضرر واقع عليك انت. حتى لو انت متخيل ان انا لا انا كده باخد حقي، لا انت مش بتاخد حقك. انت هتلاقي نفسك انت في الوقت نفسه انت رديت له نفس الحاجة، بس صدقني الضرر الحقيقي هيعود عليك في يومك وفي حياتك وفي طاقتك انت. فلو انت سمحت لنفسك انك تدخل في الصراعات اليومية سواء في شغلك او في دراستك او في اي نوع من انواع العلاقات اللي انت بتواجهها في يومك، هتلاقي نفسك ان انت عملت حاجتين. بدل ما انت خسرت بس وقتك ومجهودك وطاقتك، هتلاقي ان ده اثر عليك في علاقاتك المهمة في حياتك. ان انت بالطبيعة مش هتقدر ان انت تدي نفس الطاقة اللي كنت بتديها للعلاقات اللي حواليك. انت مفيش فيك طاقة. هم حتى لو استحملوك في حاجة زي كده، بس هيبقى في حاجة جواهم اتكسرت، ان انت مش موجود لهم دايما، او انت مش فايق على طول، او ان انت دايما بتتعصب او متخلق عليهم بدون اي سبب. تعالوا اقول لكم على حاجة. لو كل واحد فينا اتسأل دلوقتي ايه الحاجة اللي هتحصل في حياتك تخليك اسعد بني ادم في الدنيا، كل واحد فينا هيقول حاجة مختلفة تماما، وهنقعد نكتب ورق قد كده في الحاجات اللي نفسنا فيها. بس النتيجة هتكون ان كل اللي كلنا عايزينه نتيجته ان احنا عايزين نبقى مبسوطين ومرتاحين في حياتنا. تيجوا بقى نعمل فعلا الفعل اللي يخلينا مبسوطين وسعيدين في حياتنا ايا كان الحاجات اللي احنا مختارينها ايه، ونيجي نتحط في مواقف ان احنا لازم نبذل مجهود شوية او طاقة شوية او نتعب او نضحي عشان نوصل للحاجة دي، نلاقي كله جاب ورا، ونلاقي كله قال لا انا مش مكمل، لا انا ليه الحاجة دي مش نصيبي، هو ليه كل حاجة لازم تبقى صعب. نقعد نقنع نفسنا ان احنا حظنا مش كويس في الدنيا دي. عارف ليه انت عملت كده؟ لان انت ببساطة مش عايز تواجه نفسك. مش عايز تواجه نفسك ان انت اللي رفضت تكافح عشان الحاجة اللي تبسطك. انت اللي رفضت ان انت تبذل مجهود عشان الحاجة اللي هتريحك، وتيجي في الاخر تقول هي ليه ما كانتش من نصيب. انت اللي عايز النتيجة الاخيرة وخلاص، ومش عايز تاخد الطريق اللي هيوديك للنتيجة دي. زي اللي واقف على الرصيف وعايز يعدي الناحية التانية من الرصيف، بس هو مش عايز يمشي في الشارع، ويبقى مستغرب هو ليه كل ما يحاول يروح للرصيف ده مش عارف يعدي، ومش عارف يروح للناحية التانية. ويستغرب هو ليه الناس كلها واقفة على الناحية التانية دي، وليه الناس أخدت النتيجة اللي في الآخر دي وأنا اللي مش عارف أخدها. انت اللي مش شايف المجهود اللي هما بذلوه. انت اللي متخيل ان هما وصلوا للنتيجة دي من غير ما يعملوا اي حاجة. انت اللي شفت لقطة من فيلم وحكمت ان هي الفيلم كله. فانت اللي قررت ان انت عايز النتيجة الاخيرة ومش عايز تتعب لها. ما تجيش تقول في الاخر هي ليه ما كانتش من نصيبي وانت ما بذلتش فيها مجهود. عارفين زي ايه؟ قيسوا على ده كل حاجة في حياتكم. في علاقاتكم تلاقي ان انت ممكن تكون محتاج في حياتك حد يحبك يفهمك يقدرك، حاجات كتيرة قوي صفات انت عايزها في اللي قدامك، وتلاقي ان ربنا كافئك وحط في حياتك حد زي ده، وتلاقي ان هو فيه معظم الحاجات اللي انت عايزها. بس انت لما تبقى معاه تبدأ بقى تطلع كل المشاكل والعيوب اللي فيه، وتقعد تسلط الضوء عليها، وتبقى متضايق وايه ده، وتقعد تحسسه ان هو فيه حاجة غلط، ومعترض قوي على علاقتك بيه سواء بينك وبين نفسك او حتى في كلامك من الناس عليه. ودي اللي بتبقى اسوأ واسوأ، ان انت تتكلم حتى على الناس عليه ان هو مش عاجبك او ان هو مش مالي عينيك. ومش بعيد كمان تبدأ تعمل تصرفات تأذيه وانت معاه. ده انت اللي كنت بتتمنى في حد زيه. طب ليه بتعمل كده؟ قيس على ده مش بس في العلاقات. ممكن يكون حد بيتمنى ان هو يشتغل شغلانة معينة او يشتغل في مكان معين، ولما يشتغل الشغلانة دي ويكتشف ان هي صعبة وفيها مجهود وطاقة، يبدأ بقى يتضايق ويقول ليه يا رب كده، هو انا مش مكتوب لي ارتاح في حياتي؟ هو انا ليه كده، انا تعبان، انا مش لاقي وقت لحياتي. طب ما انت اللي اخترت الشغلانة دي، انت اللي كنت بتتمناها، دلوقتي شايف ان هي سيئة جدا. انت اللي مش مقدر النعمة اللي انت كنت محتاجها، انت اللي على طول عندك حتة الاعتراض. قيسوا على ده في حاجات كتيرة قوي في حياتنا. هتلاقوا ان في حاجات كنا بنتمناها وجات لنا وحصلت لنا واحنا اللي اسأنا استخدامها. احنا الدنيا كل شوية عمالة تعلمنا ان انت لازم علشان تاخد الحاجة الحلوة اللي بتتمناها تتعب وتبذل مجهود وتضحي. بس احنا برضو اللي مصممين ما نفهمش اللي الدنيا عايزة تفهمه لنا، مصممين ان احنا عايزين ناخد الحاجة الاخيرة، ومستغربين برضو احنا ليه مش بناخدها. خليك فاهم ان انت كده كده هتبذل طاقة وهتبذل مجهود وهتضحي وهتدي وقتك في حاجات كتير، بس تختار الحاجات اللي انت بتدي وقتك فيها. اختار طاقتك ومجهودك دول رايحين في ايه،
ومع مين والإيه بالضبط، ونتيجة الطاقة اللي أنت بتبذلها دي هتكون فين، ودي هتكون نابعة عليك أنت والّا مجرد طاقة أنت بتهدرها وخلاص. ونصيحة، لو أنت لقيت نفسك إن أنت بتُجبر إن أنت تدخل صراعات نفسية أو حروب نفسية، ابعد نفسك عنها. وفي كلمة حطوها في بالكم دايمًا، أنا كنت قريتها ودي دايمًا باحطها في بالي، وهي choose what you fight for. في كل خطوة في حياتك اختار ما تكافح من أجله، في كل قرار في حياتك اختار ما تكافح من أجله. بلاش نقعد نكافح في حاجات ما لهاش أي لازمة وفي الآخر بتاخد من مجهودنا وطاقتنا على الفاضي. أشوفكم يوم تاني إن شاء الله.